المغرب قائد الطاقة المتجددة والقوة المالية الصاعدة، القائد الذي لم يكتف بأن يكون بوابة إفريقيا إلى أوروبا، بل قرر أن يكون لاعبا اقتصاديا عالميا، وذلك عبر عدة مشاريع أبرزها مشروع نور ورزازات للطاقة الشمسية الذي يعتبر أكبر مجمع للطاقة الشمسية المركزة في العالم بطاقة إنتاج تصل إلى 580 ميجاوات، ومبلغ الاستثمار تجاوز 9 مليارات دولار، مع خطط للتوسع لتغطية نصف احتياجات المغرب من الطاقة بحلول 2030. القطاع البنكي المغربي التجاري وفا بنك وبنك المغرب للتجارة والصناعة يسيطرون على أكثر من 40% من الحصة السوقية البنكية في إفريقيا جنوب الصحراء، مع وجود فروع في فرنسا وبلجيكا والسنغال، حيث بلغت قيمة الأصول المدارة